فانتزي البطولة التونسية الجولة الأولانية بدينا نكتشفوا بصراحة خبايا البطولة التونسية من الفانتزي. بدينا نشوفوا انه لازمنا نركزوا مع المدافعين اكثر، بما انه مقابلات البطولة التونسية اكثر فيها كلين شيت عكس معنا البريمير ليج. البداية متاعي ما كانتش مثالية، حققت 34 نقطة، رقم ضعيف بصراحة مقارنة بالقدرات الكبيرة اللي عندي معنا في الفانتزي بريمير ليج، واللي عندي معنا من سنين نلعب وديما نحقق معنا في ارقام نوعا ما محترمة مقارنة بالبداية اللي عملتها توا في البطولة التونسية. فما اختلاف بصراحة بين الزوز، مش كما البريمير ليج تستنى عدد كبير من الاهداف سواء من نص تيران والا من المهاجمين، تستنى زاد عدد كبير من الكلينشيت، عكس البطولة التونسية اللي واضح من الجولات الاولانية لازمنا نحطوا عيننا على المدافعين، كيف زاد لازمنا نحطوا العين متاعنا على فرق متواضعه وين باش يسجلوا معناها بعض الملاعبيه نتاعهم، وين ما يكونوا معناها عندهم مقابلات سهله، معناها نحاولوا انه نكتشفوا معناها بشويه بشويه البطوله التونسيه، ومنها هي بالطبيعه نحاولوا نحسنوا في السكور نتاعنا ونحاولوا ان نتطوروا بعد مقابله. على كل الفيديو نتاع اليوم هو ملخص على الجوله الاولانيه من فانتزي البطوله التونسيه. السكور نتاعي باش نوريكم شنو جبت، شكون من الملاعبيه اللي عندي، شنو الترانسفير اللي باش نعمله في الجوله القادمه. وانت ما عليك صديقي كان شفت الفيديو هذا اهم حاجه كالعاده الدعم نتاعكم، لايك سبسكرايب وتشغل جرس التنبيهات، واستناو للاخر الفيديو، وخاصه حطونا في التعليقات التشكيله نتاعكم كان عندكم اي اسئله بخصوص فانتزي البطوله التونسيه. يلا نبداو ما نطولوش عليكم اكثر. كما تشوفوا توا في الواحد الليغا نتاعنا نحكيو كوره، المركز نتاعي هو 28 حاليا في وسط الليغا، حققت 34 نقطة. للأسف في الفانتزي نتاع الابليكاسيون هذه ما نجموش حاليا نشوفوا تشكيلات نتاع اللي حقوا المراكز الأولانية في الجولة الأولانية، لكن مع مرور الوقت نتصور انه باش يزيدها الفيتشر هذه في وسط الابليكاسيون. به نشوفوا ثلاثة الأولى، نشوفوا انه دييغو 19 هذا نحكيو على الليغا نتاع نحكيو كورة نتاعي. المركز الاولاني عند دييغو 19 اللي حقق 60 نقطة، بصراحة رقم محترم مقارنة بالجولة الاولانية، واكيد عنده مؤمن الرحماني من غير حتى شك. اللي ملعب اللي جاء في المرتبة الثاني هو اسمه كوريا غزال 50 نقطة، وبعد محسن 50 نقطة، وبعد فمو 49 وبالنسبة لي حققت 34. الملخص نتاع الجولة الأولانية تقريبا معنا المدافعين مشالي، جبت معنا ملاعبيه جابوا لي 6 نقاط معنا كيما ادم الطاوس، علي معلول ما حققش نقاط، كي علي يوسف حقق نقاط 6 نقاط، القاسمي زاد كيف على البنك حقق لي 6 نقاط. لكن الغلطه اللي غلطها انه كان معايا خليل العياري كما تعرفوا هو موجود تو حاليا في تربص معنا في مدينه باريس. حطيت اول واحد يدخل مع البنك خاطر عنده مقابله سهله اللي هو مؤمن الرحماني، لكن غلطت ما بين اليمين واليسار، نتخيلها كما الفانتزي الدوري الانجليزي الممتاز، وهي عكس الفانتزي معناها في البطوله التونسيه تمشي من اليمين لليسار، معناها هذاك علاش غلط في مؤمن الرحماني. المفروض هو اللي يدخل اول ملاعبي في بلاصه خليل العياري، لكن تخلي المدافع اللي هو القاسمي نتاع ادم الطاوس بليتو نتاع اتحاد بن قردان، وحقق 6 نقاط. كنت نجيب اكثر معنا 15 نقطة في بلاصة خليل العياري. على كل التشكيلة متاعي حاليا المبدئية هي عندي كما نعرفوا في حراسة المرمى صبري بن حسن والفرحاتي، عندي كيتا، علي معلول كما تشوفوا في التصوير، ادم الطاوس، رقي العواني، خليل العياري، يوسف بشة، شهاب الجبالي، بما انه يوسف البليلي ابارامون حتى المقابله نتاع اليو اسمو مازال محل شك، مؤمن الرحماني في الهجوم في راس شواط، حازم المستوري، عندي علي يوسف وكانتي والقاسمي وصبري بن حسن. في فانتزي البطوله التونسيه يا جماعه راهو كيف اي في كل جوله عندك الحق في تغيير واحد فقط، يعني كي تعمل زوز تغييرات راهي باش تولي لك بعد موانكات في السكور نتاعك. معناها من المستحسن من الاول ما تبداش معناه تحاول تستعمل حتى اللي رامبلاسون بشوي بشوي اللي تصلح التشكيله نتاعك. ناخذ مثال التشكيله نتاعي كما تشوفوا انه عندي علي يوسف اللي هو موجود حاليا زاد في فرنسا، ماهوش باش يلعب المقابله امام النجم الرياضي الساحلي، كيف زاد عندي خليل العياري اللي هو مش باش يلعب، يعني لهنا ما نمشيش نتسرع. كيف زاد عندي كانتي اللي هو ما بداش اساسي مع النجم الرياضي الساحلي، ومتوقع انه ما باش يبدا زاد امام النادي الافريقي، ما نمشيش نتسرع لهنا ونعمل مواويت، معنا نعمل 3 تغييرات ونعمل مواويت ونبدا نطيح روحي في السكور، بشوي بشويه نعملوا تغيير. مثلا الفكره لهنا انه شنو ديما الفانتزي انك باش تدخل ادفيزي انت اللي توا جوني كات جوني جايين باش ما تجيبش ملاعب يكون مبني على جوني واحد. يعني كي ندخلوا لهنا مثلا
للمقابلات الجايه. نشوفوا انه الاتحاد مستقبل مارسا يلعب مع اتحاد بنغادين، السي بي مع سي اس اس، الترجي مع اليو اس موتور حصعيب، ليتوال مع الكلوب افريكان كيف، اولمبي البيجي مع مع المستقبل جابس، سليمان متلوي، استاد قيروان، جرجيس والعمران. بالنسبة لي باش نعمل تغيير واحد فقط كما حكينا باش ما نعملش موانكات، يعني شكون الملاعب اللي باش نبيع، وقررت انه باش نبيع خليل العياري. خليل العياري مستحق في بلاصتو ملاعبي اللي يكون في استاد تونيزيان. علاش في استاد تونيزيان؟ على خاطر كي نشوفوا المقابلات تاع استاد تونيزيان في الجولة الثانية، الجولة الثالثة بلوتو، تلعب زادة مقابلة نوعا ما سهلة أمام مستقبل سليمان. بعد نمشيو للجولة الرابعة كيف زادة تلعب مقابلة في بلادها تستقبل نجم المتلوي، بعد تمشي تستقبل الترجي التونسي، وبعد في الجولة السادسة عندها ديبلاسمون في بيجا. يعني لهنا نوعا ما استاد تونيزيان عندها بداية متاع موسم تنجم تعمل عليها، تنجم تختار ملاعبي اللي يكون حل هجومي. لهنا في اللي شوا اللي موجودين معناها في اللي يلعب معناها في بلاصه خيليه عياري كيما نشوفوا في استاد تونيزيان، عندنا معناها برشا ملاعبي فلوس، لكن انت الاختيار نتاعك باش يكون ديما بازي على ملاعبي اللي يعطيك معناها حلول هجوميه ويمشي اكثر لاتاك. ومن المستحسن انه يكون اللي من معناها من نوعيه الملاعبيه اللي تكمل عليه الاكسيون، ماهوش الملاعبي اللي يكون معناها يخرج الكوره وسط كيما مثلا انداو والا توري والا حتى السماعلي زاد ما يكونش بادوار معناها هجوميه كبيره. لان حسب ما تفرجت في استاد تونيزيان اللي هو الجوادي اكثر من لاعبي اللي موجودين حاليا في نص تيران ينجم يمشي اكثر للاتاك وتنجم تعمل عليه. كما حكينا استاد تونيزيان عندها مقابلات معناها محترمه، السعر نتاعو 6.5 مليون ماهوش غالي، تنجم حتى كان ما عندكش بادجت انت وعندك خليل العياري ب7 مليون ديريكتومون التغيير وتفضل نص مليون بعد تقويه معناها في المقابلات الجايه. هذاك علاش باش نمشي نعمل توا مباشره نمشي لهنا كما تشوفوا الترانسفير نتاعك، تختار الملاعبي اللي باش تخرجوا، تحط ريموف بلاي سهل العمليه، بعد تمشي تنجم تختار بالجمعيه لهنا، اخترت استاد تونيزيان، بعد نمشي نكليكي احمد الجوادي لهنا، مش احمد نسيت شنو اسمه بالضبط، المهم الجوادي، تعمل اد بلاي يتبدل لهنا. لكن بعد ما تعمل تغيير لازمك تسيفي الترانسفير نتاعك، كي تسيفي الترانسفير نتاعك لازمك بعد يطلع لك تكونفيرمي به. كي تكونفيرمي بعد بالطبيعه فما الوحده اللودينج باش تدور شويه جوست شويه وقت وتاخذ الوقت نتاعها، بعد تمشي للماي تيم باش تركح التيم نتاعك. كما نشوفوا لهنا تو باش نركحوا مع بعضنا شكون التشكيله اللي باش نبدا بها للجوله الثانيه وشكون الملاعبيه اللي باش نستعملها مع البنك به. كما نشوفوا عندنا في الكاج عندنا الفرحاتي يلعب مع شبيبه قيروان، ومعز وصبري بن حسن يلعب مع النادي الافريقي. زوز ماتشات صعاب والبطوله التونسيه ما تنجمش تحكم عليها، عادي تروح يوفى صفر، لكن لهنا مشيت اكثر مع الفرحاتي مع كونتر شبيبه قيروان في بلادها استاد تونيزيان. عندنا كيتا اللي متوقع انه المدافع الايمن الترجي التونسي اللي عمل بصراحه شوط معنا كي دخل امام المستقبل جابس، عمل مردود محترم، ومتوقع انه ماهر الكنزاري باش يبدا به هو اساسي على حساب بن علي. عندنا علي معلول والسي اس اس تحاول باش تدارك كونتر السي بي، وعندنا زاد ادم الطاوس اللي يمشي لي يلعب ضد مستقبل المارسا. المقابله ينجم يخرج بها ادم الطاوس بكلينشيت خاصه وانه اساسي. لهنا المدافعين اللي على البنك عندنا القاسمي يلعب ضد النادي الصفاقسي وما نتوقعش انه السي بي باش تعمل كلينشيت، علي يوسف ماهوش باش يلعب دونك اوتوماتيكمون باش يكون خيار من باش يكون على الدكه. بعد في نص تيران عندي رقي العواني يوسف بشا، هذوما مضمونين معنا ان شاء الله انه باش يبداو تيتولير. رقي العواني معنا ضد النادي الافريقي ينجم يعمل اسيست والا هدف في المقابله هذه. يوسف بشا ضد النادي البنزرتي كيف زاد عمل اسيست في المقابله الاولانيه. وعندنا الجوادي اللي جبته تو كترانسفير معنا باش يلعب ضد شبيبه القيروان. شهاب جبالي يلعب مع الاتحاد الرياضي المنستيري مقابله صعيبه. ومؤمن الرحماني النجم الجوله الاولانيه باش يلعب ضد شبيبة العمران. في الهجوم عندي فراس شواط والمستوري، زوج مقابلات صعيبة، يلعب شواط ضد النجم الرياضي الساحلي، حازم المستوري ضد الترجي التونسي. وعلى البنك عندي كانتي اللي ماهوش متوقع معنا انه يبدا، دونك ملزوز اني نبدا فراس شواط وحازم المستوري. مش مشكله انه عندك زوز مهاجمين عندهم مقابله صعيبه توا فراس شواط ولا حازم المستوري، نجم تجيهم معنا زوز منافذين، شواط مثلا منافذ ضربة جزاء، حازم المستوري نجم تجي كوره ماركيه كيف شواط نجم يجي كوره
ماركا زاد ضد النجم الساحلي. معناها حتى لو كان طرحهم صعبه ما طرحش عليهم دي زاتاكون ينجم من كوره يخطف لك بونتو. والمهم انك انت باش تخلي لي زاتاكون هذوما للجولات الجايه، ماهمش معناها المقابله معناها الجوله وحيده، معناها انك باش ما تعملش كما حكينا دي ترانسفير به. هذا كانت الفيديو نتاع اليوم. هذوما البنك نتاعنا كما تشوفوا في الايكران بالضبط. معناها الابليكاسيون اللي نستعملوا فيها فانتازي بطوله تونسيه بعد تنحكيو عليها باكثر ديتاي، خاطر فيها ديزوبسيون كما تشوفوا نتاع التو كابتن لهنا، والا الماكس كابتن، والا التريبل كابتن، والا البانش بوست، وفما حتى دي وايلد كارد انك تبدل التشكيلات معناها في الذهاب وزاده في الاياب، واحده في الاياب. البانش بوست معناها للناس اللي تتبع فانتازي الدوري الانجليزي الممتاز تعرف هي شنية. دونك احنا مع الوقت نفسر اكثر حاجات. كان عندكم اسئله بالطبيعه حطونا في التعليقات، ما تنساوش لايك وسورتو معنا حطوا لنا التشكيله نتاعكم، شكون الكابتن معنا الجوني الجايه اللي باش نختاروه تو مع بعضنا، وكيكا بشوي بشوي نحاولوا معنا نزيدوا نقدموا اكثر. وبالطبيعه ما تنساوش باش تشجعونا اكثر باش نعملوا المحتوى هذا نتاع الفانتزي. بالنسبه لهنا كي نشوف معنا الملاعبيه معنا وشكون اسهل مقابله حسب رايي الشخصي، هي مقابله الملعب التونسي او النادي الصفاقسي. به مقابله الملعب التونسي او النادي الصفاقسي تخمام، سواء علي معلول لاني شامم ريحه ضربه جزاء ضد النادي البنزرتي، والا باش نحط الجوادي ويكون هو معناه ديفرنشال نتاعي. معناه مانيش باش نبعد على ذوما زوز ككابتن، الاكثريه باش نمشي مع علي معلول. ويمكن في اخر لحظه اني نغير الجوادي. اكتبوا لي في التعليقات شكون الكابتن نتاعكم، شنو هي التشكيله نتاعكم، كيفاش شفتوا سورتو الفانتزي الدوري الانجليزي الدوري الفانتزي البطوله التونسيه. وما تنساوش كالعاده لايك سبسكرايب وتشغل جرس التنبيهات، واستنونا ان شاء الله في فيديو جديد من برنامج نحكيو فانتزي مش نحكيو كوره. كود اللينك باش يكون موجود، ما تنساش تدخلوا معنا. وربما مع الوقت معنا نعملوا شويه جوائز كانت تحسنت اكثر معنا، خاطر تو عندنا 65 ممبر بصراحه شويه بالكل. حاولوا ندخلوا الاولاد في الليغا. وكهو ملتقانا في فيديو اخر، وكان عندكم حاجه تحبونا نحكيو عليها حطونا في التعليقات. سلام.